أهلا بكم من جديد. وصلنا إلى فقرتنا الختامية، قصة هدف عماد محمد الذي سجل أكثر من هدف حاسم في مرمى أستراليا. سيروي لنا قصة هذه الأهداف، تابعوا معنا. إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب العراقي على بريت إيمرتون لاعب نادي بلاك بير روفرز الإنجليزي صاحب 28 عاما. الآن إلى عماد محمد العايدي وسط الملعب، عرضية إلى الأمام، يا الله الله على العراق، الله على العراق. هدف جميل جدا، هدف على طريقة الكبار يا جماعة، هدف على طريقة الكبار يا جماعة لعماد محمد. عماد محمد يسجل هدفا على طريقة الكبار، على طريقة رونالدينيو، على طريقة كاكا. لاحظ الإعادة، وينك يا مارك شوارزر؟ فين الأيام يا مارك؟ فين الأيام يا مارك؟ هات من الشباك يا مارك شوارزر، يحرز هدفا جميلا لعماد محمد. برافو على أبناء الرافدين، برافو على العراق في هذه المباراة. طبعا كثير انسألت عن هذا الهدف في مباراتنا مع الفريق الاسترالي اللي صارت بدبي، وكانت أسئلة مباشرة من الصحفيين ومن إعلاميين ومن قنوات عن هل إنه الهدف أنت كنت قاصده بالمرمى أو كنت تريد تلعب الكرة إلى زميل. احنا لو نلاحظ ونشاهد الهدف بصورة أكثر يعني وندقق به، انه منطقة الجزاء كان ما يوجد بها غير مهدي كريم، وكان يونس محمود بعيد عن الهدف. فبصراحة أنا أول ما استلمت الكرة وكانت من مسافة جدا بعيدة، فمن رفعت رأسي شفت مهدي كريم جاي من مسافة بعيدة للمرمى. فصار عندي تفكيرين، خلي الكل يعرف انه دائما ما انت من تكون خارج منطقة الجزاء مو وخاصة اذا كنت بالجانب، ممكن ما يصير عندك تفكير الاول هو المرمى، ممكن يصير عندك التفكير الثاني هو المرمى. لكن بصراحة احكيها وبكل ثقة، انا اول ما صارت الكرة قدامي قررت ان العب الكرة بكل قوة باتجاه مهدي كريم وباتجاه المرمى بنفس الوقت. يعني تعرف انت الكرة من تكون لافة، هسه لو لاعب يلعب الكرة من كرة ثابتة من الجانب، صح هو يلعب الكرة يرفعها لزملائه، لكن هو القصد مالته اذا ما لاحظها زملائه تفترض تروح على البعيد، تكون مخادعة لحارس المرمى. فهذا بصراحة أنا كان عندي هذا التفكير بالبداية، الكرة تروح لمهدي كريم، وإذا مهدي كريم ما لاح الكرة تروح بالمرمى، ويكون مهدي كريم اللاعب اللي يموه على حارس المرمى ويكون المخادع. بالنسبة لنصيحتي للاعبين خاصة مباراة استراليا، أنا أقول إنه مباراة استراليا خاصة باستراليا من المباريات الصعبة، أو إحنا راح نواجه فريق جدا قوي، فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي، عندهم انسجام جدا عالي في جميع المباريات اللي شاهدناهم. أكيد أنا شاهدت لهم مباراة قبل فترة شهرين أعتقد مع الفريق منتخب إنجلترا، وكانوا ند قوي، لكن هذا مو قياس. أنا دائما ما أقول إنه الفرق الأوروبية أصبحت ما تتفوق على الفرق الآسيوية بصورة كبيرة، لأن الفرق الآسيوية أيضا اتطورت وصار عندها باع طويل في مجال كرة القدم. الفريق الاسترالي دائما ما يكون حذر من الفريق العراقي جدا، يعني خاصة بالمباريات اللي لعبناها معاه احنا. حتى مباراتنا اللي كانت باستراليا قبل مباراة دبي كنا الأفضل احنا، وكنا نستحق احنا الفوز في هذه المباراة، وكنا نتقوي. فأنا يعني أنصح زملائي أنه أول شيء يلعبون لاسم العراق، ثاني شيء يلعبون لتاريخ العراق. احنا متفوقين على الفريق الاسترالي تاريخيا، يعني في اكثر من مباراتين او 3 مباريات، فهاي ايضا تعطيهم الافضليه لهم. فاتمنى انه يكونون عند حسن ظن الجمهور، لكن هي المباراه بصراحه راح تكون صعبه. الفريق الاسترالي يمتلك لاعبين جيدين، العراق ايضا يمتلك، لكن انا اشوف المباراه بها صعوبه جدا. إلى هنا تنتهي تغطيتنا المباشرة لهذا اليوم عبر برو تي في. دوما وأبدا العراق يجمعنا في منتخب الوطن. تقبلوا تحياتي عمر قحطان، وإلى اللقاء.